أنا حسام أبو أمين، واللي هحكيها دلوقتي مش حكاية رعب ولا حكاية خيال. دي قصة حقيقية بدأت برسالة بعد الوفاة ب8 ساعات. استعد علشان اللي جاي هيخليك تعيد حساباتك. يلا نبدأ. في حاجات أول ما تحصل تحس إن الدنيا كلها واقفة بتتفرج. رانيا عندها 27 سنة، عايشة لوحدها، شغلها ثابت، حياتها هادية، وفجأة ما ظهرتش في شغلها وما ردتش على التليفون. أخوها راح شقتها، الباب مقفول، ما فيهوش كسر. جاب نجار وفتح الباب، لقوها نايمة على السرير، بس الحقيقة كانت متوفية من يومين. الدكتور قال تسمم، والمكان كله هادي. لحد هنا كل حاجة شكلها واضحة، بس الغريب إن الموبايل بتاعها اتحرك بعد الوفاة ب8 ساعات. الشرطة بدأت تشك. الباب كان مقفول من جوه ومفيش أي أثر لدخول حد. راجعوا كاميرات العمارة، شافوا شاب دخل الساعة 9:30 وخرج بعد ربع ساعة. لبسه جاكيت عليه شعار شركة أمن. دوروا لقوا إنه اشتغل 3 أيام وقدم استقالته بعدها. اسمه كريم، وقال ما شفتهاش من 6 شهور، لكن الجاكيت اللي ظهر في الكاميرا كان لسه عنده. مفيش بصمات، مفيش دليل مباشر، بس المحقق قرر يراجع الموبايل. لقوا رسالة اتبعتت الساعة 4:23 الفجر بعد الوفاة ب8 ساعات. الرقم طلع رقم كريم القديم. اتزنق وقال افتكرتها رسالة بالغلط. تقرير الشبكة قال الموبايل اتحرك جوه الشقة من أوضة النوم للصالون، ولقوا شريحة رانيا في بيت كريم واعترف بكل حاجة. الجريمة خلصت من يومين، بس الموبايل هو اللي كشفها. ساعات التفاصيل الصغيرة هي اللي بتتكلم. لو عجبتك القصة اعمل لايك واشترك في القناة علشان لسه في حاجات أغرب. ولو عندك قصة حقيقية حصلت لك أو سمعتها من حد اكتبها في الكومنتات، وأكيد هحكيها في الحلقة الجاية.